مشاهدي قناة الجزائرية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى الثقافية. ضيفنا اليوم هو المنشد الجزائري توفيق بوراس أبو وائل. مرحبا بك وعيدك مبارك. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. ربي فاجعل مجتمعنا في سلام وأمان. ربي فاجعل جزائرنا في أمان وسلام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. شكرا وبارك الله فيك. بداية يعني رائعة، وبداية راح تنشطنا باش نعرفوا المنشد توفيق بوراس، منشد جزائري. بداية كانت سنة كم؟ سنة 1982 بولاية سطيف. يعني نرحب يعني بكل المشاهدين الكرام، وأشكر جزيل الشكر قناة الجزائرية على هذه الدعوة الطيبة، ويعني الدعوة في هذا اللقاء المفيد مع أخي ناصر. فيعني الإنشاد عندي معه قصة، وقصة شيقة جدا. يعني كانت البدايات قبل الإنشاد مع تلاوة القرآن الكريم، ثم مع يعني الآذان، ثم انتقلت بعد ذلك إلى فرقة للإنشاد بمسجد البشير الإبراهيمي، ثم بعد ذلك إلى فرقة الطليعة الباديسية، ثم فرقة الأمل، ثم الآن راني مع فرقة أنصار الحبيب. ويعني كانت بداياتي منذ نعومة أظافري منذ سنة 1982، يعني في المجال يعني الديني والوطني. نعم، متخصص في الأنشودة الدينية والأنشودة الوطنية. كان نعم. عندك إصدارات كثيرة، يعني الله يبارك. نعم الحمد لله رب العالمين. كان أول إصدار في يعني المجال الوطني كان في المجال الديني، كان عام 94 مع أول إصدار، وهو يعني كان شريط كاسيت. نعم. تأمل ورجاء، وكان فيه العديد من الأناشيد وفيه العديد من المواضيع. ثم بعد ذلك أول كاسيت كذلك في الإنشاد يعني الوطني بعنوان حرة تبقى بلادي. نعم. ثم بعد ذلك كان الإصدار في يعني في المجال الوطني كذلك أغاني للوطن والشباب 96. وكان في سنة 96 مع مديرية شباب والرياضة لولاية سطيف، وكانت الكلمات للأستاذ الفاضل الشاعر الجزائري المعروف الأستاذ عز الدين ميهوبي. نعم. وكانت يعني أول مرة كنت يعني لحنت جميع الأناشيد الخاصة بهذا الشريط كاسيت. ثم بعد ذلك جاء شريط ذكرى في القلوب مع مديرية ومنظمة المجاهدين لولاية سطيف. نعم. وكان يعني شريط منوع، يعني بين التراث و يعني بين الأناشيد الوطنية العصرية. ثم بعد ذلك جاء يعني الألبوم الذي يعني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أن وفقني إلى إنجاز هذا العمل الذي هو ألبوم عزي إيماني. عزي إيماني الذي كان عام 2008، وكان يعني فيه عدة أناشيد، منها القديمة التي قد أعدتها يعني بإذن من شيخي وأستاذي الشيخ أبو محمود الترمذي.
وكنت قد لحنت فيها كذلك العديد من الأناشيد. أربع أناشيد: سلامي لأمي، نعم، صلى الله على محمد، يا ليلة القرآن، ويا ختام الأنبياء. يا ختام الأنبياء كان من بين أروع الفيديو كليبات الحمد لله للإنشادية بتقنيات عالمية، يعني حاجة بروبر، حاجة نظيفة وحاجة في المستوى. نشوفوا مقطع من فيديو كليب يا ختام الأنبياء ونعاود نوليو. بارك. ختام الأنبياء كنت تخلو في حراء، إذ بدا وحي السماء، وحي رب العالمين، وحي رب العالمين. يا ختام الأنبياء كنت تخلو في يا ختام الأنبياء، فيديو كليب لضيفنا المنشد الجزائري توفيق بوراس أبو وائل. توفيق، العمل ناجح هو عمل نابع من القلب، والهدف تاعو نبيل. الحمد لله رب العالمين. هدف هذا الفيديو كليب، هدف هذا الفيديو كليب هو نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني استنادا إلى الحديث النبوي الشريف: الكلمة الطيبة صدقة. فنحن سعينا إلى أن يعني نبين هذا الحديث في كلمات طيبات صادقات ملحونات بصوت طيب ومشاعر جياشة، حتى نصل إلى ناشئتنا ونعرف لهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحببهم فيه، ونحبب يعني نعيش في خضم هذه الصراعات وفي خضم الإساءات الأخيرة التي كانت لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني بمجهود الكثير من الناس يعني الذين أوجه لهم الشكر الجزيل، يعني خاصة المحسنين. يعني الفضل، كل الفضل لله عز وجل، ثم يعني خاوتنا المحسنين، خونا باديس بوراس الذي كان الذي هو يعني في مؤسسة بوراس جروب، وخونا سليم بوراس اللي هو على رأس المؤسسة تاع لينا كمبيوتر، وكذلك الأنبيام خونا ما خلوفي حما والأخ زمان. فهذو والكثير من المحسنين اللي ما حبوناش باش نذكروا الأسامي تاعهم، لكننا نوجه يعني تحية إلى أخي العزيز عبد الكريم شملي، وإلى أخي العزيز ميلود علام، وإلى كل من ساهم سواء من قريب أو من بعيد في هذا الفيديو كليب. هذا الفيديو كليب يحتاج إلى إمكانيات ضخمة، لأنه التنقل إلى الأردن، التنقل إلى الأماكن التاريخية عندنا في الإسلام، وتخدم تقنيات حديثة، يعني بتقنيات حديثة جدا، وحتى يعني الاتصالات لم تكن يعني بالسهل. يعني أشكر من هذا المنبر أخي العزيز محمد والي، يعني الذي قام بمجهودات كبيرة جدا وصاحبني إلى الأردن. وفي الأردن يعني كان لقاء يعني رائع جدا مع منشدين عالميين، وكانت المؤسسة التي عملنا معها نغم ميديا يعني في مستوى الاحترافية المطلوبة، وكان يعني طاقم شبابي محترف. كان يعني في خلال 5 أيام يعني استطعنا بفضل الله عز وجل أن نجسد الفكرة، ويعني أن نبين
ان الانسان المسلم لازم يتعب في العمل تاعو، ولازم يقدم حاجه جيده، ولازم يحاول يبدع، ولازم يكون في مستوى محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب. ف يعني المنشدين مطالبين بأن يجتهدوا وأن يقدموا الأحسن، وأن يعني يمشيوا إلى ميدان الفيديو كليب. الأخ توفيق، الإضافة اللي قدمها لك هذا الفيديو كليب، مثلا لاحظوا أنه كثير من المنشدين يعتمدون على الحفلات أو المهرجانات الثقافية. ما نساوش أنه الجزائر تملك 4 مهرجانات ثقافية وطنية ومهرجان ثقافي للإنشاد الدولي. يعني بعض المنشدين يعتمدوا على هذه الحفلات والمهرجانات، بينما يخرج توفيق بوراس يمشي نحو الفيديو كليب ينافس المنشدين العرب والمسلمين. يعني الإضافة اللي قدمها لك هذا الفيديو كليب. شوف، الإضافة اللي قدمها لي الفيديو كليب هو أولا يعني الاحتكاك بالاحترافية يعني الحقيقية، وتعرف على ما يدور يعني هنا وهناك من أعمال إبداعية. نعم. ويعني المنشدين الجزائريين يعني عندهم طاقات كبيرة جدا. نعم. صح، لا يمنع أنك تدير مهرجانات، لا يمنع أنك تشارك في مسابقات، لا يمنع أنك مثلا تحيي بعض الحفلات هنا وهناك، لكن يجب أن تجسد كل هذه الأعمال في أعمال يراها العالم يعني الكل. نعم. يعني كل العالم لازم يرى يعني الإبداع تاعك، ولازم يرى ما تقدمه. وأحسن وسيلة باش الناس تعرف مثلا فلان أو علان من المنشدين، ويعني وباش يعني توصل لان احنا رانا اصحاب رساله. نعم. ولازم الرساله هذه لازم نبلغوها لكل الناس، حتى مش الجمهور معين برك. نعم. المنشدين فضل الغبار، لانه لاحظوا انه المنشدين عايشين نوع من العزله ربما. بارك الله فيك، لانه كاين احنا عندنا طاقات، احنا في المسابقات الدوليه. نعم. اثبت الجزائريون، واشكر يعني كل من مثل الجزائر ورفع رايه الجزائر عاليه. نعم. في ميدان الانشاد، واثبت المنشدين يعني الكثير من المنشدين، يعني خاوتنا اللي راحوا مسابقة الشارقة، أخونا عبد الرحمن، وأخونا نجيب، وأخونا عبد الحميد، وأخونا ناصر ميروح، وأخونا فارس زهير، ويعني كل يعني الإخوة يعني اللي راحوا شاركوا يعني شرفوا الجزائر، ويعني بينوا للعالم العربي أن للجزائر قصة طويلة جدا مع الإنشاد ومع الموسيقى الروحية العالمية. بارك الله فيك. يعني نقطة برك، يعني مرتين لك الفضل خويا ناصر، مرتين المنشدين الجزائريين يثبتون جدارتهم بالمرتبة الأولى بالتراث الجزائري. نعم. بالإنشاد الجزائري المحلي. نعم. بالنسبة لك جديدك توفيق، جديدي دائما هذا الكليب الرائع. بارك الله فيك. يعني في المستقبل القريب إن شاء الله نحن عاكفون يعني على إنتاج ألبوم جديد، ويكون يعني الكثير من أناشيده تراثية. نعم. تراثية، ورايحين يعني نبينوا الصراوي الصيفي الأصيل، رايحين نبينوه اللي كنا شاركنا به مؤخرا في المهرجان الدولي العام يعني الماضي، في المهرجان الدولي للسماع الصوفي، وكان نال يعني إعجاب الجميع، وخاصة الفنان القدير تاعنا لطفي بوشناق، الذي يعني كان معجب يعني أيما إعجاب بالتراث الجزائري، وخاصة التراث الصيفي. فلما اسمع صلوا على نبينا وزيدوا صلوا عليه، وزيدوا صلوا عليه، غدوة يشفع فينا صلى الله عليه. ويا ربي نطلبك باش نروح نزور، وباش نروح نزور مكة والمدينة وقبر الرسول. ويا ربي نطلبك باش نروح نزور، باش نروح نزور مكة والمدينة وقبر الرسول. فيعني
تراثنا يعني والله نفخروا العظيم. به يعني في كل نعم كل المحافل الدولية نعم. يعني سواء العظيم. إنشاد أو غيره من الموسيقى الجزائرية. بارك الله فيك. كلمة ختامية تقولها سي توفيق بوراس. يعني احنا الانشاء، انا شوف انا افتخر انه يعني في الفيديو كليب الاخير بينت البصمه الجزائريه وتقاليد الجزائر من خلال اللباس القبائلي مع تلك البنت الصغيره، كذلك القشابيه نتاع ولايه سطيف وتاع يعني المنطقه تاعنا، يعني منطقه بارك الله فيك. يعني منطقه الشرق يعني عندنا بزاف القشابيه تاع الصوف هذيك البرنوس. يعني حبينا نبينوا العباية المغربية، احنا حبينا نمثلوا المغرب جميعا، ونفتخروا باللي في المغرب راهي كاينه تقاليد، والانشاد صادق في يعني الانشاد الصادق والمعبر. المغرب العربي بما فيه تونس الجزائر حبينا نبينوا تقاليد المغرب العربي الكبير. وخاصة أمنا وبلدنا العزيز الجزائر. بارك الله فيك سي توفيق بوراس. الوقت فات يجري، وإن شاء الله يا ربي راح يكون لقاءات أخرى معك ومع مختلف المنشدين الجزائريين. إن شاء الله الفضاء مفتوح أمام الكلمة الطيبة وأمام الإبداعات، وإن شاء الله يا ربي يكون لقاء جديد. شكرا لك. إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. ونشكر من هذا المنبر ثاني العائلة الكبيرة وعلى رأسها الوالد الكريم، وأتمنى لكل المنشدين الجزائريين التألق والنجاح والعمل إن شاء الله في هذا الميدان نتاع السمعي البصري اللي هو الفيديو كليبات، وإن شاء الله الجزائر تاعنا تكون إن شاء الله منورة. وأشكر الجزائرية، قناة الجزائرية، على ما تقدمه من دعم للكلمة الهادفة والهادئة والهادية، وبارك الله فيكم. نقدر نقول لك سلامي لأمي. سلامي لأمي. سلامي لأمي، عندي قصة معها كبيرة بزاف. سلامي لأمي وروحي تغني لأمي بشعري وفني. سلامي لأمي وروحي تغني لأمي بشعري وفني. صلاتي دعائي يريد رضاها، وقلبي الكليم تمنى لقاها. صلاتي دعائي يريد رضاها، وقلبي الكليم تمنى لقاها. سلاما يا أمي فأنت الحنان، رجاء اللقاء بتلك الجنان. سلامي يا أمي فأنت الحنان، رجاء اللقاء بتلك الجنان. رجاء اللقاء بتلك الجنان، رجاء اللقاء بتلك الجنان. شكرا لك منشد توفيق بوراس أبو وائل، ورجائنا اللقاء بمشاهدي قناة الجزائرية غدا بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.